اغتيال علي بن أبي طالب. كان هناك رجل يدعى بعبد الرحمن بن ملجم، فقال لاثنين من أصدقائه: ادخلوا إلى المسجد في أول الليل، لأن علي بن أبي طالب يدخل إلى المسجد ليقوم الليل، وهم يعرفون أن حراس علي بن أبي طالب لن يدخلوا معه إلى القيام، لأن علي بن أبي طالب يقوم الليل ولا يريد أن يراه أحد إلا الله عز وجل. وعند أذان الفجر يدخل الحراس عند علي بن أبي طالب. خرج علي بن أبي طالب من بيته إلى المسجد، ومن عادته ينادي الناس: الصلاة يا نيام، الصلاة يا نيام. عبد الرحمن بن ملجم سمع صوت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال لصاحبه: إذا دخل علي بن أبي طالب فضع سيفك عليه. بالفعل دخل علي بن أبي طالب إلى المسجد، فضرب علي بن أبي طالب ضربة قوية على رأسه، فوضع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يده على رأسه وقال: الله أكبر. ثم قام عبد الرحمن بن ملجم فضربه في منتصف رأسه، فسقط رضي الله عنه وغرق في دمائه ونطق الشهادة.